هو في تمرينات رياضية بتساعد على تكبير حجم الثدي؟ معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية، وهنتكلم في الفيديو ده عن موضوع تكبير الثدي. في سؤال منتشر جدا على السوشيال ميديا، ان هل لعب الجيم او بعض الرياضات لعضلات الصدر بتساعد على تكبير حجم الثدي؟ وبنلاقي اجابات كتيره قوي ان في تمرينات وفعلا الرياضه بتكبر الثدي وبتكبر العضله بتاعته وهكذا. الكلام ده طبعا عاري تماما من الصحه. الثدي ليس عضله، وبما انه مش عضله يبقى عمره ما هيتاثر بالرياضه او بلعب الجيم او بالتمرينات. الثدي محطوط تشريحيا على عضلة الصدر اسمها بيكتوراليس ماسل. العضلة دي ممكن ببعض التمرينات تبقى قوية شوية فتبرز، فيبقى في إيحاء ان الثدي حجمه كبر. لكن الثدي بيتكون من دهون وتليفات رابطة الغدد الدهنية دي مع بعضها، فبالتالي مفيش أي تأثر بحجم الثدي بالتمرينات أو بلعب الجيم. لكن الحل الجذري الوحيد لتكبير الثدي هو طبعا الحشوات السيليكون. وبرضو فكرة ان في كريمات او حاجات موضعية او اعشاب او خلطات او دهان عشان يساعد على تكبير حجم الثدي، برضو الكلام ده خرافات تماما وعالي تماما من الصحة ومش صح. ولا حتى شرب الحلبة برضو بيساعد على تكبير الثدي، لا برضو بيدي إيحاء خاطئ، لأن الحلبة ممكن تكون مضرة للبن، بتزود هرمون اللبن، فبتزود فترة مؤقتة ضخ الإفرازات في الثدي نتيجة زيادة هرمون اللبن، لكن عمرها ما هتزود حجم الثدي. لكن نرجع ونقول إن السيليكون هو الطريقة الجذرية لتكبير حجم الثدي بطريقة مرضية. والسيليكون آمن تماما على في تركيبه، ملوش علاقة بأورام الثدي، مش بيزود فرص حدوث سرطان ثدي فيما بعد. بيتركب أو بيتحط عن طريق فتحة تجميلية من تحت الثدي، وبتبقى تحت النسيج بتاع الثدي كاملا، فبالتالي مش بتأثر على الرضاعة فيما بعد. المهم ان احنا نبقى مع الدكتور متخصص جراحات ثدي، ويبقى قادر على اختيار الحجم المناسب للمريض المناسب، فبالتالي الآثار الجانبية بتبقى أقل جدا والنتائج بتبقى مرضية جدا. الطريقة التانية لتكبير الثدي شوية هي حقن الدهون الذاتية، بس طبعا نتائجها بتبقى على اكتر من مرحلة ومش زي السيليكون، لان بعد شوية الدهون دي ممكن تدوب وحجمها يقل، فبالتالي ممكن تبقى النتيجة مرضية في الأول، بعد شوية الدهون دي بتسيح أو بتدوب، وبالتالي الحجم كمان بيتأثر. فبنعتمد على حقن الدهون في علاج ديفوهات، أو تبقى مثلا آثار عملية قديمة، حتة داخلة لجوه، فهنظبطها بحقن الدهون في أماكن موضعية. لكن إنها تديني حجم كبير أو متكامل للثدي بيبقى السيليكون أفضل فيها بكتير. يا رب اكون افدتكم. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب لليوتيوب وفولو للفيسبوك والتيك توك والانستجرام.